وفاجأ الكشف عن تفاصيل مكافأة توقيع مبابي مع ريال مدريد. نجم ريال مدريد السابق ينصح هذا النجم بالانتقال إلى ريال مدريد. فينيسيوس يحسم في أمر خروجه من الفريق. ريال مدريد أغلق الباب رسميا في وجه هذا اللاعب حسب فابريزيو رومانو. فلورنتينو بيريز يسعى لخطف هذه الجوهرة قبل بداية الميركاتو. تصريح الناري من سيميوني بعد نهاية مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في ديربي دوري الأبطال. السلام عليكم عشاق مدريديستا، هذه عناوين نشرة أخبار ريال مدريد اليوم. دعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. والآن إلى التفاصيل. تراقب إدارة ريال مدريد النجم الإنجليزي الشاب آدام وارتون لاعب كريستال بالاس تمهيدا لإمكانية ضمه في المستقبل القريب. وبحسب تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية فإن جوني كالافات رئيس قسم الكشافة في نادي ريال مدريد معجب بقدرات النجم الإنجليزي الشاب الذي يجيد في مركز لاعب بالوسط الدفاعي. وذكر التقرير أن فلورنتينو بيريز يراقب النجم الموهوب عن كتب من أجل إمكانية ضمه قبل بداية الميركاتو الصيفي لقطع الطريق على الأندية المنافسة لضمه. أكد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أنه يرغب في البقاء مع النادي الملكي رغم اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته. وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن أندية السعودية أبدت اهتماما كبيرا بخدمات فينيسيوس، ولكن إدارة ريال مدريد تتمسك باستمراره. وقال فينيسيوس جونيور في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: أواصل تجربة أشياء هائلة بهذا القميص وأحقق مع ريال مدريد كل أحلامي. وتابع: مستقبلي أنا هادئ جدا لأن لدي عقد مع النادي حتى عام 2027 وأتمنى أن أقوم بتجديد عقدي في أقرب وقت ممكن وذلك لأنني سعيد هنا. وأضاف نجم ريال مدريد: الجميع يحبوني كثيرا ولا يمكنني أن أكون في مكان أفضل من هنا. وأكمل فينيسيوس: أنا هنا لإكمال القصة، أتمنى أن أواصل تسجيل المزيد من الأهداف وأن ألعب المزيد من المباريات بهذا القميص. وتابع: يمكنني الفوز بعدد أكبر بكثير من البطولات، يمكنني أن أحفر اسمي في تاريخ الناس مع الكثير من اللاعبين العظماء الذين مروا هنا. لا يزال الغموض وسيد الموقف في ملف النجم الألماني الشاب جو كيميتش نجم بايرن ميونخ. وينتهي عقد كيميتش مع بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي وسيرحل عن النادي مجانا ما لم يتواصل الطرفان للاتفاق بشأن عقد جديد. فإن النادي البافاري لا يجد نفسه مضطرا للوصول إلى عقد جديد مع كيميتش في أسرع وقت لأكثر من سبب. وأكد التقرير أن بايرن ميونخ بعد الوصول لعقد جديد مع ألفونسو ديفيز وموسيالا سئم من الطلبات العالية نجوم الفريق من أجل تمديد عقودهم. وأشار فابريزيو إلى أن إدارة بايرن ميونخ تعي أن كيميتش ليس مطلوبا بشدة في سوق الانتقالات، وذلك بعد أن تم عقده على ريال مدريد ورفضته إدارة بيريز. ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور أصبح يحصلان على نفس الراتب السنوي في ريال مدريد، حيث يتقاضى كل منهما 15 مليون يورو صافية في الموسم الواحد. ومع ذلك أشارت الصحيفة إلا أن وضع مبابي المالي يختلف بسبب طريقة انتقاله، حيث واصل إلى النادي الملكي بصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، ما أعفى ريال مدريد من دفع أي رسوم انتقال. لكن في المقابل أوضحت آس أن النادي اضطر لدفع مكافأة توقيع ضخمة للنجم الفرنسي. صرح مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بعد نهاية مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث قال: لقد كانت معركة شرسة على أرض الملعب، كل من شاهد المباراة يعلم أن أتلتيكو مدريد لا يستسلم أبدا، قاتلنا بكل ما لدينا ولم نأتي هنا لنكون مجرد ضيوف شرف. وأضاف: نعرف كيف تصير الأمور عندما نلعب ضد ريال مدريد، هناك أشياء لا نتحكم بها داخل الملعب، لكننا لم نأتي لنكون ضحايا، قاتلنا بشرف، ولو كانت الأمور تحصل فقط بالجهد والعدالة لكان الحديث مختلفا. وبهذا نكون أصدقاء قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار اليوم. ادعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة يصلكم كل جديد، والسلام عليكم.